بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية. معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله هنتكلم على سمكة الميرا وموديل اصفر، وهقول لك على شوية معلومات مفيدة ليك لو انت حابب تاكلها. سمكة الميرا أكتر حاجة بتميزها إن هي ما عندهاش قشور، وعلى فكرة ده موجود في كل أنواع سمكة الميرا، وكمان الزعنفة الجانبية بتاعتها عاملة زي ما يكون جناح كده. بص، في الأول بتبقى عريضة، في الآخر بتبقى رفيعة، اللي هو الزعنفة الجانبية عاملة زي ما يكون جناح. في كمان نقطة سوداء في آخر فتحة الخياشيم، طبعا هي موجودة في الميرا الثانية، لكن في الميرا دي بتبقى مميزة جدا لأن لونها فاتح، فتلاقي النقطة السوداء دي باينة قوي. ودلوقتي السؤال بيقول إيه الفرق بين سمكة الميرا دي وسمكة الميرا بتاعت المرة اللي فاتت؟ إن ديلها أصفر يعني؟ طب ما سمكة الميرا اللي بتاعت المرة اللي فاتت كان أحيانا بيبقى ديلها أصفر. انا هقول لك ان الفرق بينهم مش هيهمك قوي. ليه؟ لان هما الاثنين تقريبا نفس الطعم ونفس الفئه السعريه، فانت مش هيهمك قوي انك انت تفرق بينهم. لكن احيانا يعني سمكه الميرا موديل اصفر دي بتكون مفلطحه شويه عن سمكه الميرا اللي بتاعت المره اللي فاتت، وانت عشان تعرف كده لازم تجيب اثنين من نفس الحجم تقريبا. وخلي بالك ده برضو مش علامه اكيده، مع العلم ان سمكه الميرا موديل اصفر كده مش بتكبر قوي، واقصى وزن مسجل ليها هو 125 جرام للسمكه الواحده، يعني السمكه الواحده 8 كيلو، واقصى سن مسجل ليها 5 سنين. بجمله بقى السمك اللي شبه بعضه، في كمان سمكه شبه سمكه الميرا قوي بس على كبير، بتبقى سمكه كبيره ومفلطحه قوي، وسمكه شكلها حلو قوي، وفيها نفس مواصفات سمكه الميرا وموديل اصفر، مع الفرق ان قدام كده من عند راسها هتلاحظ ان ليها بوس شويه، تحس ان المسافه بين بقها وعينيها كبيره شويه. دي اسمها سمكه القمر او القمرايه، والسمكه دي بقت نادره جدا في اسكندريه لكنها لسه موجوده. سمكه الميرا بتاعت المره اللي فاتت كان موطنها الاصلي هو المحيط الاطلنطي، اما سمكه الميرا وموديل اصفر بتاعت النهارده موطنها الاصلي هو المحيط الهادي والمحيط الهندي، وموجوده شمال استراليا وشرق القاره الافريقيه، وكمان موجوده في البحر الاحمر، وهاجرت من البحر الاحمر للبحر المتوسط عن طريق قناه السويس، واستقرت في البحر المتوسط وانتشرت في البحر المتوسط ووصلت لحد مالطا. سمكه الميرا موديل اصفر من الاسماك العاشقه للهجره، هي بتحب جدا الهجره، وبتهاجر في الصيف والربيع من اجل التكاثر، وبتهاجر في الخريف والشتاء من اجل البحث عن غذاء، ولو هي عندها الغذاء بتاعها مش بتضطر انها تهاجر، لكن طبعا في التكاثر لازم تهاجر. وغالبا هي بتتكاثر بنفس الطريقه بتاع سمكه الميرا بتاعت المره اللي فاتت، لكن للاسف مفيش مصدر علمي على كده. المثبت ان هي بتوصل للبلوغ عند طول 15 سم تقريبا، وان السرب الكبير ده اللي هي بتمشي فيه بيكون تقريبا عدد الذكور قد عدد الاناث تقريبا، واحيانا يكون الاناث اكتر شويه. ثبت علميا برضو ان هي في الهجره بتاعه التكاثر اللي هي في الربيع والصيف بتكون هزيله، وذكروا كده في المصدر ان هي تحمل عناصر غذائيه قليله وقت الهجره بتاعه التكاثر. من خلال المصدر ده نستنتج ان كل انواع سمكه الميرا تاكله احسن في الشتاء احسن ما تاكله من الصيف. بالنسبه للصيد هي مش مهمه قوي لصيد الهواه، لكن هي مهمه بدرجه متوسطه للصيد التجاري، لان بعض الدول بتصطادها بكميات وبتصدرها، زي عمان مثلا بتصطادها بكميات وبتصدرها لمصر. وعشان كده هنا في اسكندريه هتلاقي سمك ميرا بديل اصفر بلدي وسمك ميرا بديل اصفر مجمد. طب ازاي تفرق بينهم؟ هتلاقي السمك المجمد لما بيتفك من التجميد هتبص في البوبه بتاع العين بتاعه هتلاقي عينه من جوه مبيضه. وانا عن نفسي ما عنديش مشكله ان اكل سمك مجمد، بس بشرط انت تروح للبياع وهو لسه بيفك اللوحه بتاعته، تمام، وتخليه يوزن لك من السمكه، بيجيب كده زي سكينه بيشيل لك السمك مجمد زي ما هو كده مجمد، يوزنه مجمد وتاخده البيت مجمد. اول ما يفك تعمله على طول. احيانا بيكون احسن من السمك البلدي بتاعنا، وهقول لك ليه في اخر الفيديو. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل ان البياع لا بيطلعه من اللوحه بتاعته خالص، بيرمي اللوحه اساسا، بيرمي الكرتونه يعني، ويبدا ان هو يحطه على فرشه بتاعته، ويبدا ان هو يفرشه ويرش عليه ميه عشان يقنعك ان هو سمك بلدي. طب ليه هو بيعمل كده؟ لان السمك المجمد بيبقى سعره اقل شويه، يعني هي مثلا لو سعرها 100 جنيه بلدي هتلاقي مثلا سعرها في المجمد 60 70 جنيه، فهو اللي بيبقى عشمان ان يبيع السمك المجمد ده بسعر السمك البلدي. طبعا مش كل البياعين بيعملوا كده، في بياعين عندهم امانه عاليه جدا وبيقول لك السمك ده جاي منين بالظبط. طب ليه انا قلت لك احيانا بتبقى السمكه المجمده احسن من السمكه البلدي؟ انا عارف ان السمكه البلدي وهي جايه طازه ليها زهوتها كده وليها حلاوتها، لكن احيانا بتبقى السمكه اللي هي جايه مجمده دي جايه من بلد التغذيه فيها احسن للسمكه. ازاي؟ يعني انت عندك السمك الميرا وديل اصفر اللي هو في البحر المتوسط هنا، السمك اللي ده شقيان عشان ياكل، يعني السمك ده نظام التغذيه عنده صعب جدا وصعب جدا ان هو يتغذى. اما سمك الميرا وديل اصفر اللي هو جاي من عمان هتلاقيه متغذي ونظام التغذيه بتاعه احسن. انت بتقول الكلام ده عن علم ولا بتهبد؟ لا والله بجد، انا هشرح لك المره الجايه ان شاء الله، تابعوني المره الجايه ان شاء الله هنتكلم على النظام البيئي المتكامل اللي موجود في الخليج العربي، وهنشوف قد ايه هو نظام قوي، وكل المخلوقات هناك فيها ليها نظام غذائي احسن بكتير من اللي موجود في البحر الاحمر والبحر المتوسط. ما تنسوش تشتركوا في القناه وصلوا على النبي صلى